من خلال تنظيم المغرب بكأس أفريقيا اليوم الاتحاد الافريقي للقدم يبحث عن بلد مستضيف للدورة القادمة، وكان اللي بالمغرب رفع السقف عاليا من خلال هذا التنظيم المتميز اللي بدور المغرب يحضر في روحه يستعد لتنظيم كأس العالم، وربما بروفا هذه للمونديال القادم. الحقيقة صعيب. أنا شو اللي شفته في المغرب يعني من يعني التيرانات اللي شفناهم وكنا سباقين يعني باش عديناهم قبل يعني ما نعم. يلعبوا فيهم، وشفنا يعني كل الشتاء الكبيره يعني وما تاثرش التيران يعني، وشفنا يعني مستوى كبير. الحقيقه صعيب، انا نشوف صعيب وصعيب برشا باش يعني بعد عامين باش تلقى يعني بلاد كيما المغرب في اللي شفناه. راهو الحقيقه صعيب باش نكون واضح، صعيب وصعيب جدا، على خاطر المغرب اعطتنا درس في عديد الاشياء. شفت انه اعطت صوره اخرى للكره الافريقيه، لانه مقارنه ببعض البلدان نحن ننتمي ونعتز بانتمائنا الافريقي، لكن ايضا انه اعطت صوره اخرى، لانه كل جزئيات وقع التحضير لها جيدا حتى تكتمل الصوره ويكتمل المشهد. هو صحيح، هو خاصة خلينا نقول الكاليتي دو بلوز اللي خلى هو تو نحن وين نمشيو كنا لافريك مع احتراماتي اليوم ديما تلقى تيرانات اخرها في الكوت ديفوار باغ اكزومبل. شفنا القلق في الكاليتي اللي ما خلوش الملاعبيه تبرز. شفنا نحن راهو مسهل عاده، راهو حتى في البلدان الاوروبيه وقت يصب برشا مطر يعني ما عادش تلقى صعوبه يعني في الكره باش نقل. لكن شفنا الخيرات اللي صبت يعني الامطار اللي صبت يعني خاصه في الايام الاولى نتاع الدوره، وشفنا انه التيران يعني فيسع الكاناليزاسيون بعد تلقى الملاعبيه تلعب. الحقيقه شوف راهو ممكن التيرانات هي اللي خلت زادك المستوى، خاصه كي نتذكر ان المستوى نتاع نيجيريا والمغرب مواصفات اوروبيه، خاطر ممكن احسن مباراه على مستوى الرتم اللي شفته. وشفنا حتى البيريود دو دقيقه يعني وقت ضايع دقيقه يعني في الشوط الاول ولا دقيقتين ولا 3 دقائق. شوف راهو تكون كاليتي دو تيران كيف نكاكه يعني كيفيه الدخول فاسيليتي